Bienvenue à tous, le premier épisode ديالنا ديال le podcast صحة للجميع, une édition inchallah spéciale Ramadan, الله يدخلوا عليكم بالصحة وبسلامة. اليوم, je suis très ravie d'être avec vous et aussi d'accueillir un expert en santé et en bien-être, Dr Karim Louali. Dr Karim qui est reconnu en nutrition, اليوم جاي باش يعطينا بزاف ديال لي كونساي ديال ان شاء الله كيفاش غندوزو رمضان ويدوز عندنا رمضان سورتو يكون مزيان ويكون اكيليبري ياك دكتور. بالتاكيد فملي تنصوموا مزيان تتكون غير منافع للصحه ديالنا. مرحبا بك معنا اليوم. ميرسي. وبغيت نسولك بزاف ديال لي كيسيون اليوم اللي نقدر نستافد منهم انا وبزاف ديال الناس اللي جوستومون باغيين نعرفوا كومون جوني, كيفاش نقدروا نادابتيو اون روتين مزيانه بوغ رمضان ان شاء الله. لا بروميير كيسيون ديالي هي على الصيام. Alors, on dit souvent que le jeûne, بحال داك le bouton اللي كنبركوا عليه, réinitialisé pour le corps ديالنا. Est-ce que déjà ça vous parle ou comment est-ce que ça fonctionne? بالتأكيد, il y a eu des études où il y a même des cliniques spécialisées en Europe اللي تيخلصوا الناس باش يصوموا. وحنا ربي عطاها لينا في الدين ديالنا. سبحان الله. حيت علاش الخليه ديالنا عندها واحد لا كاباسيتي باش تنقي الذات ديالها. هذه سي اون شوز كي اي تري امبورطونت. فمي تنصوم تندير واحد التنقيه, سادير الذات ديالي تتحيد لي كاع داك الخلايا اللي ما مزيانيش وتتحيدهم ليا من السيستم. دونك هي هذه اون ريزيت, واحد تسمى اون اوتوفاجي, سادير تناكلوا داك الخليات اللي ما مزيانيش اللي تعطيوني فيهم السموم اللي ما مزيانيش. فبالتالي الصيام هو فرصه باش نقي الذات ديالي. كيما الدين سبحان الله اي حاجه كتكون فيه راه كتكون اوسي مزيانه بوغ لا سونتي ديالنا. بالتاكيد. وتيدوز الوقت وعاد تيبانوا الابحاث اللي ديال كونفيرمي شي حوايج اللي تيكونوا مكتوبين. اكزاكتومون. الوغ دكتور, كنهضروا سي بزاف كنسمع انا على ليفي ديتوكس ديال لو جون. شنو بالضبط تقدر تقول لنا على هذا لو سوجي؟ الوغ ملي تنبغيو نديروا اون ديتوكس ديال الذات ديالنا تنستعملوا ما يسمى لي زيمونكتوار. شنو هما لي زيمونكتوار؟ هما لي زورغان اللي تينقيو الذات ديالنا. كاين الجلد, داكشي علاش انا ملي تنمشي للسونا ولا ملي تندير سبور وتنعرق راه جو سوي اون ترين دو ديتوكسيكي. كاين الكلي, داكشي علاش ملي تنشرب الماء مزيان وهذا مهم في رمضان نهضروا عليه, فجو في اون ديتوكس باغ لا فوا اورينير. ولكن عندنا اهم عضو هو الكبد, والكبد هو لو فلتر ديال الذات ديالنا, كلشي تيدوز منه باش يتصفى. فالصيام تيخلي واحد تجديد لخليه الكبد وتيخلي الكبد يتخلص من السموم اللي فيه. لهذا الصيام الا دار بواحد الطريقه صحيه, حيت الا صمتي وكلتي داكشي اللي ما مزيانش ما غتنيطوايي والو, الا خديتي المقليات والسكريات يوغا با دو ديتوكس. ولكن الصيام تبت بينا تيدنا اون ريجينيراسيون ديال الكبد, اي سي بور سا سي اون تري بون ديتوكس. داكشي علاش خاصنا ضروري نصوموا الصيام المزيان كما كتقول, ماشي نطيحوا في لو بياج ديال رمضان شهوات نبقاو جوستومون ناكلوا ماشي متوازن. بالتاكيد ما تنقولوش الناس حرموا راسكم, ولكن تكون شويه هكا وشويه هكا, خاصها تكون واحد التغذيه متوازنه. ناخذ شهوات مره ولكن ماشي ديما. سي سا. ميرسي دكتور. الوغ انا ديما كنبغي نسول على لو جون, واش بصح كيبوستي لا سونتي مونطال ديالنا ولا فاش كيعاونا اكزاكتومون؟ شنو نقدروا نقولوا على هذا لو سوجي؟ كاين هنا جوج حويجات مهمين. الاولى خصني نعرف بان الصيام تيخليني نفرز واحد لي زوندورفين اللي هما واحد المواد خاصه في الدماغ ديالنا اللي تعطينا لو بيانيت وتعطينا راحه البال. داكشي علاش انا ملي تنصوم تنكون زين وتنكون سوغان. ولكن كاينه واحد النقطه اخرى اهم من ذلك, فانا ملي تنصوم وما عنديش سكريات في الذات ديالي, حيت الصيام تنهلك كاع ذخيره السكريات. الذات خصها تتاقلم, تتمشي تقلب على الدهنيات باش تصوب الطاقه. هذاك التفاعل الكيميائي ما تستعملش الاكسجين وتيفرز ليا واحد لي كور سيتونيك اللي تيشدوا لي الشهيه. داكشي علاش تيجيني الجوع وانا صايم. ولكن الدماغ لا ما تيعرفش يستعمل الدهنيات في الطاقه. شنو تيدير؟ تيمشي يستعمل داك لي كورسيتونيك اللي الخليه نجات. ولي كورسيتونيك تعطيني واحد النسبه ديال التركيز رائعه, واحد القوه رائعه. فتنعرفوا حنا لو ريجيم سيتوجين اللي هو ريجيم الصيام تيستعملوه كبار العدائين في لي ترياتلون في لي تور دو سيكليزم باش يلقاو داك لا فورس والمونطال باش يديروا داك لو سبور ديكستريم اللي تيديروا. دونك اون فان كونت كاين الناس اللي كي ادابتيو جوستومون الصيام من غير رمضان باش يقدروا يديروا جوستومون دي سبور ولا دي شوز عندهم بالتاكيد ويستافدوا من المزايا الصحيه ديال الصيام. دكتور, لو سيستيم ديجستيف الصيام كيفاش كيقدر يافيكتيه بأي طريقه كيتفاعل معاه؟ بالتاكيد يقدر يكون ايجابي كما يقدر يكون سلبي. فانا المعده ما تاكلش النهار كامل, تنجي داك الوجبه الاولى
ما يمكنش نعطيه هذاك الشيء اللي صعيب في الهضم، ونعطيو سبيل المثال المقليات خصها 6 سوايع باش تهضم. فبحال اون فواتور دو كورس ما يمكنش نجيو نخرج بها للصباغ نسخنها ونوجدها. فبالتالي الوجبه الاولى خصها تكون خفيفه. الا خديت المقليات وخديت السكريات غيكون عندي سوء الهضم وانتفاخ وغيرهم. باغ الا درت الصيام صحي، اشنو تبدات الدراسات؟ كاينه دراسه رائعه دارت على الناس اللي تيصوموا رمضان 2 رمضانات متابعين، لقات بان تيطلعوا لي جونغ دو بكتيري في المصران اللي مضادات للالتهاب. فالصيام تعطينا واحد لا ريجينيراسيون ديال البكتيريا النافعه المصران تنعرفوا هي المناعه، وهاد لي في هذا تيمشي وسط العام، وتنعاودوا نشوفوا البكتيريا ديال هاد الناس في رمضان اللي من بعد باش نلقاو عاود طلعات. والبكتيريا النافعه المضاده للالتهاب تعطينا واحد الحمايه من امراض القلب والشرايين ومن السرطانات. فلهذا الدين تيقول لك ديما صوم 2 في الاسبوع، ولا هذاك 6 ايام شوال تيكون واحد الغابيل بحال الفاكسان، تكون واحد الغابيل باش نبقاو نحافظوا على البكتيريا المضادات للالتهاب ونستافدوا من المزايا الصحيه ديال الصيام. اكزاكتومون داكشي علاش بغيت نقول لك دكتور من خلال هادشي اللي هضرتي عليه ما غنكرهوش نادابتيو ديما ان شاء الله اون روتين ديال الصيام تو لون دلادي، ماشي بالضروره في رمضان، باش نقدروا حتى حنا نغابليو لو كور ديالنا بالصيام. بالتاكيد هنا نقدروا 2 طرق. فكاين اللي تيدير الصيام الاجر ديال الدين سيدير 2 في الاسبوع، وكاين اللي تيدير لو جون انترميتون كما لو 8 16 سيتادير تياكل في واحد الحصه ديال 8 سوايع وتيصوم 16 ساعه، سيدير باش اون بروفوك داك لي زيفي بينيفيك اللي كتهضر عليهم. ميرسي بوكو دكتور، واخا عطيتينا بزاف ديال لي كونساي، مي واخا هكاك غنعاود نسولك على شنو هما لي كونساي بالضبط اللي غيكونوا سبيسيفيك اللي غنقدروا حنايا نستافدوا منهم باش نقدروا ندوزوا رمضان اكيليبري اون بون سانتي، وسورتو حنا نستافدوا منه واخا حنا كنصوموا وكنحيدوا بزاف ديال الحوايج من لو كور ديالنا. بالتاكيد فنتبعوا الدين ديالنا هي اسهل حاجه، تيقول لك سربي الفطور واخر السحور، وهي هذيك خصهم على الاقل يكون عندي وجبتين. حيت ملي تنصوم وتناكل وجبه واحده فالذات ما يمكنلاش تبقى بوجبه واحده، الميتابوليزم تيهبط، تكونوا مشاكل. هذيك الوجبه الاولى اللي خصنا نعجلوها هذيك هي تنفرقوا فيها الصيام، حيت المعده ما كلاتش النهار الاول ما يمكنش نجي نعمرها. تدي خصني ناخذ كاس من الماء باش نرطب الذات ديالي، ماشي عصير الفواكه اللي تكون مركز الفركتوز، والفركتوز تيمشي يدير تجمع الكبد ما مزيانش. وتناخذ التمر، علاش؟ حيت هما السكر اللي تيوصل دغيا للذات باش يطلع لي السكر باش ما نسخفش. فديما ملي تنفرق الصوم خصها تكون اون بوز قبل ما ناكل، نوض نصلي نتلها عاد ناكل. فالوجبه الاولى خصها تكون خفيفه، من الاحسن نتعشى وندير الوجبه الاولى خفيفه. الا بغيت نتعشى مباشره تندير اون بوز ديال واحد نص ساعه عاد نتعشى. الوجبه خصها تكون متكامله، سيتادير فيها البروتينات، فيها الالياف، خضار، فواكه، فيتامينات وسكريات بطيئه. سيتادير ماشي حيت صمت ما خصنيش ندير واحد الوجبه متكامله باش نعطي الحاجيات تاع الذات ديالي. الشهوات ولا بدا منهم غير بواحد الطريقه عقلانيه، ما نعيقش، بشويه بشويه. الترطيب مهم ومهم بزاف حتى ننسى. خصني نعوض الماء اللي ما شربش من نهار، فماء او شاي او شوربه خضار، هادو كلهم تعطيونا الماء. الخضار فيهم الماء، كاين بعض الخضار اللي فيهم 90% ديال الماء، تدير حتى هادو يقدروا يعوضوا لنا الماء. ونزيد ناكد على وجبه ديال السحور، حيت هي اللي تخلينا نديماريو النهار ديالنا بدون عياء. خصهم يكونوا فيها 3 الحويجات مهمين: سكريات بطيئه، خبز ولا شوفان وغيرهم، بروتينات، بيض او يوغورت، وفواكه باش يعطيونا فيتامينات واملاح معدنيه. وما ننساش نكون نشيط باش نحرق الدهون ونفرز لي كورسيتونيك. خصها تكون الحركه، فاللي تيكون نشيط هو اللي تيصوم مزيان، هو اللي ما تيحسش بالنهار داز. اذا الواحد يتحرك وما فيها باس يدير شويه ديال الرياضه قبل فراق الصيام على قد جهده، وماشي السيمانه الاولى وحنا نخافوا من داك لي سبورتيف اللي ما تيدير والو تيبدا في رمضان يبدا يجري يسمع الذات ديالو، الا حس بشي عيا ولا شي حاجه يحبس. دونك فينا لا دكتور راه لا جورني د الصيام ديالنا سي اون جورني نورمال، حتى هي اللي غير خصنا نادابتيو فيها بزاف ديال لي روبا، ناكلو بشويه علينا، ناكلو ايكيليبري، وسورتو نكونوا ناشطين باش نعاونوا راسنا بالصيام صحي. نكونوا وي افيكتيفمون تو تو ريزومي، برافو عليك. واخر حاجه اللي نقولوا للناس، حافظوا على السوايع ديال النعاس ديالكم، حيت في رمضان تعطلوا بالليل
ما تياخذوش القسط الكافي، وهذا ايضا يقدر يتعبهم. يعاوننا بصح الا نعسنا مزيان راه ديما حتى حنا كنحسوا براسنا عندنا اون انرجي مزيانه. دكتور كنعرفوا بان في رمضان لو كور ديالنا اوتوماتيكمون كيولي عنده ان ريتم جديد، كنوليو نولفوه واحد لا روتين جديده. دونك في نظرك شنو هما لي شانجمون اناتوندو اللي كيقدروا يوقعوا واللي حنا اون ني با توجور كونسيون بهم في هاد لا بيريود؟ بالتاكيد يا بليزيور شانجمون هرمونو اي ميتابوليك، c'est-à-dire لو فات كو تنصومو تنبدلوا الطريقه ديال الخدمه ديال الذات ديالنا. خصنا نعرفوا واحد النقطه مهمه، راه قد الوقت اللي صمت قد الوقت اللي خصني باش نخرج من الصيام. c'est-à-dire العادات ديالنا اللي تنديرو في كل نهار ما يمكنلاش ناخذوها في واحد النقطه. فلهذا فهاد ملي تنخرجوا من الصيام تيقولوا الناس خصك تصوم واحد السيمانه في شوال مثلا. دونك هذه نقطه مهمه نشيروا ليها. ومن بعد تنقلبوا النمط العيش ديالنا. كنا مولفين تناخذوا 3 وجبات في النهار في اليوم في الصباح، تنرجعوا تناخذوا الوجبات بالليل. فلهذا التحول خصو يكون تدريجي. دونك لا ملي تندخلوا للصيام وخاصه في الاسبوع الاول حيت يكونوا بعض الايام باش الذات تتاقلم، واكثر ملي تنخرج من الصيام تادير مع العيد تادير حتى هو خصني بشويه بشويه ندخل الماكله بشويه خاصه يوم العيد. تادير ما يمكنليش نجي النهار الاول العيد وندير بحال ما كاين والو بحال كان قبل رمضان. لهذا خصني ديما نكون تنسمع الذات ديالي ونمشي معاها بشويه بشويه. سي نورمال. داكشي علاش النهار الاول العيد ما كنكونوش قادرين نفطروا، كيجي الصباح كنكونوا شويه باقيين لو كور ديالنا متعود على رمضان. سي نورمال بالتاكيد. وتنقولوا ديما احسن فطور اللي يمكن لي ندير هي شي حاجه تهضم دغيا، هي فواكه. تجي مزيان نفطر بالفواكه صباح العيد. وحنا تنعرفوا العادات ديالنا تيكونوا معجنات وغيرهم وحلويات، فما فيها باس. ولكن تنتغدى واحد الغداء خفيف عاد ناخذ اون دوسور سكري، ماشي من الاول ديال النهار نبدا بهم. دونك نبداو بشويه مع رمضان و ميم طون نبداو بشويه مع عاوتاني من مورا رمضان، كوم سا لو كور ما نديرولوش دي شانجمون دغيا. ميرسي بوكو دكتور. Merci docteur pour les conseils dialogue. Merci beaucoup pour justement les conseils اللي عطيتينا باش نقدروا نادابتيو اون روتين مزيانه نصوموا حنا اوني كونسيون بان الصيام راه غيكون معاوننا وغيكون شي حاجه اللي هي مزيانه بور لو كور ديالنا الا عرفنا نصوموا بيان سور كيما قلتي. اي دابا غادي ندوزو لواحد لا بارتي تاهي تري تري امبورطونط في هاد لا بيريود ديال رمضان واللي هي لامبورطونس ديال لي فيتامين وديال لي مينيرو. هذاكشي علاش دكتور واخا عطيتينا اون لوميير على لامبورطونس ديال لو جون باردون، مي ما نكرهش تعطينا جوستومون شنو هو لو رول اللي كيقدروا يلعبوا لي مينيرو ولي فيتامين في هاد لا بيريود ديال رمضان. بالتاكيد هنا غنفرقوا ما بين جوج حوايج في التغذيه. عندنا التغذيه الكبيره والصغيره، لي ماكرو نوتريمون ولي ميكرو نوتريمون. فلي ماكرو نوتريمون هما اللي تعطيونا الكالوريات، بروتينات، دهنيات وسكريات، وهادو عندهم واحد القيمه طاقيه. ولكن لي ميكرو نوتريمون ما فيهمش كاع لي كالوري، ولكن جد مهمين لعمل الخليه ديال الذات ديالنا. تدير تيدخلوا في جميع التفاعلات الكيميائيه اللي تخلي الذات ديالنا تتخدم مزيان. فهاد الفيتامينات والاملاح المعدنيه خصني نعرف بين الذات ديالنا ما تتصنع حتى وحده فيهم الا الفيتامين دي. فبالتالي واحد التغذيه متوازنه مهمه بزاف باش نعطي الذات ديالي كاع هاد لي ميكرو نوتريمون الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي هما اساسيين باش يكون عندي ان بون فونكسيونمون ديال الخليه ديالي وبالتالي بالذات ديالي. دونك هاد لي فيتامين و لي مينيرو غيقدروا حتى هما يعاونونا باش نقدروا نصوموا مزيان. كيفاش نقدروا غير نتعاملوا معاهم؟ ستادير شحال خصنا ناخذوا منهم؟ كيفاش غادي نقدروا نديروا لانتروداكسيون ديالهم حتى هما في لا جورني ديال الصيام ديالنا؟ الفيتامينات والاملاح المعدنيه تكونوا غالبا في الماكله ديالنا، خاصه لو موند فيجيتال. وكاينين بزاف ديال الحويجات اللي تيخليونا نستافدوا منهم مزيان. فمثلا درجه الحراره مرتفعه طهي اشعه الشمس الديتروي. داكشي علاش نقولوا عصير ما تيصلح لوالو، حيت ملي كون جو بريس و تندير ان ميكسور درجه الحراره خسرت ليا كاع الفيتامينات. دونك الشمس حتى هي بغينا نستافدوا من الفيتامين سي في الحامض خصنا نعصروا بيديا فوق الطبله على انستون. لهذا من الاحسن ناكل لي فروي ماشي نعصرهم. نفس الشيء بالنسبه للخضروات، سيتادير عاش ديما في الريستورون تعطيوهم لنا كروكون، وعاش نقولوا خاصني ناكل 5 الخضر والفواكه ما بقاتش دابا رجعت 7 وتنقول دو او موان دو كرو، حيت الكروكون والخضر هو اللي تنستافد احسن من القيمه ديال لي ميكرو نوتريمون اللي فيه.
وهاد لي ميكرو نوتريمون اساسيين، حيت اليوم الدراسات تبتات بان النقص في الميكرو نوتريمون رجع ان تري غران فليو في بلادنا، ودراسات تبتات حتى في الصوم بان لي ميكرو نوتريمون تينقصوا. سيدير درنا دراسه على الناس صاموا وعبرنا لي طو دو فيتامين ديال الاملاح المعدنيه ديالهم قبل الصيام ومن بعد الصيام، بدا تكون تغذيه غير متوازنه، فهنا تلقاو لو طو ديال لي فيتامين والاملاح المعدنيه هبطات عندهم في الذات. دونك ضروري خصنا نعرفوا نتعاملوا حتى مع لي فيتامين ديالنا، مع الخضروات مع الفواكه. ما غاديش كما قلتي نجيو نعصروا دي فروي ما خصهمش يتعصروا، ولا نطيبوا دي ليغوم، لان خاصنا حتى حنا نعرفوا نتعاملوا معاهم باش ناكلوهم بطريقه صحيحه. بالتاكيد باش نقدروا نستافدوا من القيمه الغذائيه ديال داكشي اللي تناكلو. علاش نسولك دكتور، شنو هما، واش كاينين دي فيتامين ولا دي مينيرو، وشنو هما بالضبط اللي غيقدروا يعاونونا في لا بيريود ديال رمضان؟ بالتاكيد فكاينين 13 فيتامين، بزاف ديال الاملاح المعدنيه، ولكن جينا نختاروا المهمين غنقولوا على راسهم بحال دابا الفيتامين دي. والفيتامين دي مهمه بزاف صحه العظام لا غير، سادير حتى المورال سي لا فيتامين دي. داكشي علاش الناس اللي ما عندهمش الشمس بزاف، نعرفوا حنا الفيتامين دي الانتاج الثلثين بالشمس والثلث من التغذيه، وتعرفوا حنا في رمضان راه الشمس ما تنشوفوهاش بزاف، تنمشيو نخدموا في الدار، تنخرجوا بالليل ما تيكونش الاشعه ديال الشمس. دونك الفيتامين دي هي من لي فيتامين اللي تنقص بزاف في ثلاث شهر رمضان. فمن بعد عندنا الحديد. علاش؟ حيت الحديد هو تيصوب الكريات الحمراء، والكريات الحمراء هي طونسيون، هي الحيويه، وهي اللي تدي لنا المأكولات جميع الاعضاء. فاذا كانت التغذيه غير متوازنه بزاف الناس تيديروا لنا فقر الدم في رمضان، وتنلاحظوه تيكونوا شاحبين، شعرهم تيطيح، الاظافر ديالهم ما تتبقى صحيحه وغيرهم. الكالسيوم حتى هو مهم بزاف، حيت الصحه ديال العظام، النسبه ديال الضغط الدموي حتى هو تيدخل فيها. ودوك هنا الا كنت ناكل السكريات بزاف والمعجنات بزاف، بالضبط ما عندناش اون بون سورس ديال الكالسيوم. المغنيسيوم اللي parmi les plus grands perdants من الاملاح المعدنيه، سنسميوه لو بيردون دو ميلينير. خاصه بين المغنيسيوم ما كايناش نعبروه في الدم حيت يكون في الخليه. دونك اغلبيه الناس اللي يكون عندهم مغنيسيوم ناقص ما تلقاوش ناقص في الدم، والمغنيسيوم تيدخل اكثر من 300 تفاعل كيميائي. دونك هذا هو الدور المغنيسيوم، واحد الدور مهم ومهم بزاف. وغالبا الناس اللي تيكون ناقص عندهم المغنيسيوم تلقى عندهم الكلاكاجات، تلقى عندهم لي كرومب، تيكون العياء وغيره من لي سيمبتوم، تيكون عندهم التنمال في يديهم وفي رجليهم، العين ديالهم تتفرفر. فبالتالي هنا تشوف كل ملح معدني ولا كل فيتامين اللي عنده واحد الدور مهم في الذات ديالنا، والحاجيات خصها تلبى، سينو تيكون واحد الضرر في الخليه. والامراض راه ما تيبانوش في الاول، تيكون واحد لو ستاد انفرا كلينيك، سيدير تيكون عندي نقص في الخليه، الدم تيمشي ياخذ من الخليه باش يكومبونسي، ولكن راه تيبدا المرض في الخليه يبدا، تيكون واحد ستاد انفرا كلينيك. لهذا خصني ديما ماشي نعوض، خصني اوبتيميزي لي فيتامين ولي مينيرو اللي يكون عندي باش الذات ديالي تخدم بواحد الطريقه فعاله. دونك ما خصناش كمان نطيحوا في لو بياج ديال رمضان ايغال شهيوات واحد لو مود معين ديال الماكله، مي لا نديروا كاع لي بروتيين اللي غيخصهم يداروا. دونك نديروا عديسه، نديروا دي سوب، نديروا اي حاجه اللي غتقدر تخلي لينا لو كور ديالنا مستفد منه. بالتاكيد. فهضرتي على العدس، انا نقول الحريره اللي تيكون واحد الوجبه رائعه اللي هي متكامله. شريطه ما نديرش بحال دابا الطحين، ممكن لي ندور بالخضره، ممكن لي ندور بالبطاطا خيزو. الحريره وفيها بروتينات نباتيه اللي هما العدس، اللي هما غيرهم، تنهضروا فيها شويه الشعريه اللي هما سي دي فيكولون، سكريات بطيئه، الحوت. بالتاكيد الا صوبتها واحد الطريقه صحيه تعطيني هذا الشيء كامل. و جو سوي كومبليتمون داكور معاك، سادير خاصني ندير شهيوات يكونوا بواحد الطريقه عقلانيه، سادير ما نعيقش، ولكن اكوتي خص يكون عندي واحد التغذيه متوازنه باش نلبي الحاجيات ديالي في الفيتامينات والاملاح المعدنيه. داكشي علاش حنا كنلاحظوا بزاف ديال الناس في لا بيريود ديال رمضان دكتور كيحسوا بواحد لاباس ديال لينيرجي، سي نورمال مع ما كيكونوش كياكلوا. داكشي علاش حنا خصنا ضروري هاد لي فيتامين لي مينيرو كيفاش غيقدروا يعاونونا باش واش هما بصح كيعاونونا الا كلينا مزيان باش نقدروا نسترجعوا لينيرجي ديالنا، ولا حنا سي نورمال كو نحسوا بون باس دينيرجي في توت دو داك لا جورني ديال لو جون. هو الا تسحرت ولا تبعت الصيام ديالي مزيان ما غاديش يكون عندي باز انرجي، ولكن الا ما كليتش مزيان ودرت ان مانك في هاد الفيتامين المحمديه غيوقع. علاش؟ خصك تفهم، قلت في الاول كاين ماكرو نوتريمون وميكرو نوتريمون. البروتينات الدهنيات السكريات هما اللي تعطيوني الطاقه، ولكن ما تعطيونيش الطاقه بوحدهم. كاين واحد التفاعلات في واحد لوزين اللي تصوب الطاقه اللي هي
لا ميتوكوندري، وفي هذيك لوزين راه هاد الفيتامينات والاملاح المعدنيه هما اللي تعطيوني الطاقه. خصني ولا بدا المغنيسيوم، خصني ولا بدا الفيتامين دي جروب بي، خصني ولا بدا هاد لي ميكرو نوتريمون، وخاصه واحد لا كونزيم Q10 اللي هي جد مهمه باش نصوبوا الطاقه في الذات. فالشاب مثلا القلب هو اكبر مستهلك لا كونزيم Q10، وهي اكبر مضاد اكسده ديال الذات، وهي اساسيه باش تصوب الطاقه في الذات. فملي تكون التغذيه غير متوازنه تكونوا هادو ناقصين. الا عندي لي ميكرو نوتريمون ناقصين ما تكونش عندي واحد النجاعه باش نحول لي ماكرو نوتريمون للطاقه. فبالتالي بالتاكيد خاصني نلتجئ لمكملات غذائيه راه سميتهم فيهم باش نكمل النقص اللي انا جلي كريي باغ التغذيه الغير متوازنه اللي بعض المرات ما تكونش في رمضان، تكون جرها معايا ان باسيف. تنكون مثلا ناكلش مزيان وتيجي رمضان تيفاقم ليا داك لي ديفيسيت. فبالتالي التعويض مهم بزاف ملي تيكون عندي لا فاتيغ والعيا وان ديفيسيت في لي ميكرو نوتريمون. داكشي علاش رمضان راه او فينال راه غيقدر يكون عندنا ان موا اللي حنا خصنا نربحوا فيه يمكن لو ماكسيموم بوغ باش ندخلوا لو كور ديالنا حتى حنايا اون بون اليمونطاسيون ايكيليبري اللي عرفنا كيفاش نتعاملوا معاه. ميرسي بوكو دكتور على هاد لي كونساي اللي عطيتينا، سورتو وريتينا لو رول امبورطون اللي كيقدروا يلعبوه لي فيتامين لي مينيرو اوسي بور لو كور ديالنا. وحنا ان فان دو كونط خاصنا نادابتي واحد لا روتين بيان كو سا سوا بور الفطور ولا بور السحور. Merci beaucoup docteur pour toutes ces informations اللي غادي يعاونونا بزاف. كم سا ان شاء الله غادي نكونوا كونسيون برمضان هاد المره وبلو جون. شفنا الفوائد ديال الصيام وشفنا اوسي الفوائد ديال لي فيتامين لي مينيرو بور لا سونتي ديالنا. وفي لا ترويزيام بارتي دابا غادي ندوزو باش نجاوب على لي كيسيون ديالكم نتوما اللي متبعينا بزاف سور لا باج انستغرام. انا ودكتور ولي ان شاء الله غادي نقراو كاع لي كيسيون ديالكم اليوم. ودكتور êtes vous prêt؟ عندنا des étudiants des mamans, des jeunes actifs. على بركة الله. نبداو إن شاء الله. Alors la première question ديال Khalid de Casablanca. Cette année, je traverse une période intense au travail et je prévois de retourner au bureau après le ftour pour avancer. Le souci, c'est que je me sens souvent lourd et démotivé après avoir rompu le jeûne. Comment puis-je éviter cette sensation tout en bénéficiant de l'énergie de repas? La question de Khalid, elle est très pertinente. L'énergie, elle vient de la digestion. ملي تاخذ داك الوجبه وتياكل بزاف كما قلنا قبل تيتقل الهضم ديالو، ولا تقل الهضم ديالو غيجي ينعس وما غيلقى طاقه. فبالتالي خصها تكون اون روبتور دو جون خفيفه، وي ان روبا خفيف يمشي الخدمه ديالو يكمل الخدمه ديالو وعاد يدير ان ديني كي ايكيليبري. اي دونك السر فين عنده في لو بروميير روبا ما خصوش يكون ثقيل بزاف، سينون لا ديجيستيون غادي تجيب ليه النعاس وغادي يقدرش يرجع يخدم. بصح دكتور vous avez raison، حيت كنلاحظ انا في الاول باش كنكونوا عاد صايمين كيجيب لنا الله غنقدروا ناكلوا كلشي، مي راه الا كلينا غير شويه راه وتسنينا راه ابري راه كنكونوا شبعانين مزيان. دونك on doit justement ناكلوا شويه بشويه. Samia Dakadir écrit Ramadan dernier, travailler sur mes projets de freelance avec l'énergie en dents de scie était un vrai défi. J'ai essayé de fractionner mes journées de travail, mais vers 16 heures, je plongeais systématiquement. Existe-t-il des astuces pour maintenir une énergie stable tout au long de la journée, surtout pour quelqu'un qui travaille de chez soi? Très bien. Enfin, il faut savoir qu'en fin d'après-midi, c'est normal d'avoir un petit manque d'énergie. Si on veut prolonger la durée de travail au maximum, il faut faire un bon sahur. Moi, je suis sûr que ça ne s'arrête. Donc, un bon sahur est essentiel, des sucres lents qui vont lui donner l'énergie nécessaire pour couvrir une partie de la journée, des protéines, c'est très très important, et une bonne hydratation, parce que la déshydratation, ça t'abatte les tensions. Donc, un bon sahur va lui permettre de tenir le coup le maximum durant la journée, ou bien entendu, physiquement. Parce que là, elle va dépenser l'énergie nécessaire, les radis de concentrer. Ou généralement, en fin de matinée, il faut faire un break. Il a pratiqué la rupture de jeûne parce qu'elle ne peut pas maintenir un taux de concentration tout le long de la journée avec CM. C'est normal. Donc, en fait, le sahur, il est très important. يقدر يعود لنا دكتور الفطور اللي كنفطروه d'habitude في les journées normales. Oui, effectivement, هو الفطور اللي تنفطرو d'habitude normal. C'est-à-dire que تكون عنده la même structure que الفطور اللي تنفطرو d'habitude بالنهار. D'accord. Alors, Uthman de Souera, il nous dit « La nature de mon travail m'impose de passer beaucoup de temps à l'extérieur pour le suivi des chantiers. Comment gérer l'hydratation et l'énergie quand on est constamment en mouvement et exposé au soleil ?» C'est le métier le plus dur,
هو ceux qui sont dehors et qui subissent les conditions climatiques. C'est très important de faire de la prévention. Déjà, bien s'hydrater le soir, avoir un bon sahur pour avoir le maximum d'énergie, mais durant le travail, la première chose, c'est se couvrir la tête. Et pas une casquette. L'idéal, c'est de voir les chefs de chantier تلقاهم دايرين داك الشابو الكبير القصب. علاش؟ Parce que plus le tour du chapeau est grand et plus la surface elle est grande pour se protéger du soleil. Deux, il peut avoir de l'eau pour se rafraîchir le visage, etc., se rafraîchir la nuque. Trois, essayer de faire ses réunions dans l'ombre. C'est-à-dire aujourd'hui dans les chantiers, on peut prévoir des parasols, des choses comme ça. Donc c'est des astuces simples qui vont lui permettre d'éviter de se déshydrater, c'est-à-dire de rester dans l'ombre dans les chantiers, d'avoir une protection pour augmenter la surface du soleil et puis se rafraîchir avec de l'eau sur le visage, sur la nuque pour essayer d'éviter la déshydratation. Donc شحال ما تغطينا وشحال ما مشينا لدي lieux اللي هما sombres ومغطيين mieux c'est ça. وخاصة في les heures de pointe de la chaleur, c'est-à-dire ما بين 12 والجوج. D'accord, merci docteur. هادي غناخدها انا جو سي انجينيور اي عندي بزاف 8h 18h وعندي entre midi et 2 كنبقاو في الشمس. Donc c'est bien de se cacher comme ça. Merci. Sinon Shaima de Rabat, en tant que maman de 2 enfants en bas âge et travaillant de plein temps, je trouve difficile de gérer mon énergie entre le travail, la préparation du ftour et le temps passé avec mes enfants. Avez-vous des conseils pour mieux répartir mon énergie tout au long de la journée sans me sentir complètement épuisée le soir? Bel exemple des jeunes et courageuses mamans, parce que les femmes d'aujourd'hui, elles sont courageuses, parce que خدامين في الدار وخدامين في الزنقة. Alors, aujourd'hui, la meilleure des choses, c'est la répartition des tâches. يو رجلة. في ولادتها. Parce que les enfants, ils savent. Tu peux leur demander de dresser la table, d'aider à faire certaines choses. En fait, c'est une très bonne répartition des tâches. أولاً, il faut qu'elles soient organisées. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut faire du batch cooking, c'est-à-dire qu'on نوجدوا بريوات, نوجدوا des quiches aux légumes. حويجات اللي عزاز على الوليدات نقدروا نسخنوهم. Une soupe, نقدروا نصوبوها وناخذوها 2 jours. الحريرة نصوبوها ناخذوها 2 jours. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'est pas obligatoire باش توجد الماكله كل نهار. تقدر نهار على جوج. C'est un mix qu'on fait. ثانيا, il faut mettre à contribution tout le monde. كلشي غياكل. Donc كلشي خصو يدير يديه. كلشي يدير طابلة. لا معلوم. اللي يوجد طبلة, les enfants نقدر نعطيهم dresser la table, نقدر نعطيهم des petites choses sans danger mais qui peuvent énormément soulager la maman. Et puis ما فيها باس, c'est-à-dire الإحساس براسها عيانة, elle peut se booster par une cure de multivitamines, c'est-à-dire elle peut prendre des vitamines باش تعاون راسها خاصة في الآخر رمضان. حنا تنعرفوا les 10 derniers jours c'est la plus difficile, الصيام وداك الشيء. Donc pourquoi pas une cure de multivitamines, ça va vraiment l'aider à se rebooster et trouver l'énergie nécessaire. C'est vrai docteur رمضان خاصو نتعاونوا que ça soit pour la table ولا شهيوات ولا مورا justement الفطور باش حتى حنايا شحال ما خلينا الانرجي عندنا شحال ما غنلقاوها pour après. كانت عندنا aussi ليلى ديال كازابلانكا قالت لك دكتور كيفاش نقدر نكون sûr que les enfants ديالي عندهم واحد l'alimentation équilibrée surtout que هما كيديروا le jeûne دابا pour la première fois. واش كاينين des repas اللي غتقدر تعطيهم ليا pour préparer le سحور et le فطور aussi. سؤال مهم ومهم بزاف. كسوا اللي غيصوموا رمضان الاول وكسوا الوليدات اللي باغيين ما تيصوموش. بعد اللي ما تيصوموش كاين واحد المشكل, c'est-à-dire تنعطيهم ياكلوا بالنهار وملي تيجيو في الليل يعاود يجلسوا مع لي بارون. Et on se retrouve avec des problèmes ديال الوزن في الاخر ديال رمضان. C'est-à-dire il faut maintenir الماكله ديالهم et essayer que le dernier repas اللي تنديروا حنا في السحور plutôt في الفطور يكون صحي باش ما ياكلوش المعجنات والحلويات بزاف. باغ كونطخ الوليدات اللي تيصوموا الصيام الاول اهم وجبه تنركزوا عليها هي السحور. والسحور خصو يكون بحال الفطورات ديال كل نهار. ومع الوليدات مساكين تيمشيو للمدرسه, سيتير ما يمكنكش تفيقوا وتجلسوا في الطبله, دونك خصني نوجد شي حويجات بساط اللي يقدر ياكلوا دغيا في لولي ديالو. وهنا يا دي بريباراسيون بحال سلو خصو يكون صحي فيه كلشي. فهاد ما نستعمل لا فارين الطحين غادي نستعمل مثلا لا فارين دافوان الشوفان, نستعمل لا فارين الخروب, ندير الزنجلان اللوز كاع لي زانغريديون اللي تيداروا فيه, ونقدر جولي نزيتو غير بالزيت ديال اللوز اللي تنطحن ولا شويه زيت ارغان, فبالتالي نصوت لهم واحد السلو صحي اللي غيعطيهم القوه اللي يقدروا يصبروا بها بالنهار. ما نساوش بينا في الليل سي تري امبورطون باش يلبيو الحاجيات ديالهم. سي دي زادو تيكونوا في طور النمو, ولا ما عطيتهمش الحاجه ديالهم جو لي زانديكاب في النمو ديالهم. سيتير بالليل خاصني الوجبه المتكامله, خاص البروتينات, خاص الالياف, خاص الخضر, خاص الفواكه, ماشي يفرقوا الصوم على الحلاوه والسقاطه
وما يجيبوش الحاجيات ديالهم. دونك ولا بدا الوجبه تكون متوازنه بالليل. هضرتي يا دكتور على واحد لو بوين تري امبورطون، هما الوليدات الصغار اللي باقي ما كيصوموش واللي بصح كنلقاوهم ديما في هذا المشكل، سي كو كياكلوا في النهار نورمال وكيجي عاوتاني كياكلوا مع لي بارون في الطابله ديال الفطور. خاصنا كوميم ما نساوهمش وتا هما نخليو ليهم اون جورني نورمال بحال اللي ما كاينش رمضان كوم سا باش ما ياكلوش بزاف ديال لي غوبا. ميرسي على ود هذا لو بوين تا هو تري امبورطون. كنا في لي مامون، غادي ندوزو دابا لي سبورتيف اللي تا هما كيقدروا شويه يتخربقوا في رمضان، ما كيبقاوش عارفين شنو ياكلوا وقتاش يديروا سبور. داكشي علاش غنبدا بانس دو طنجي اللي قال لنا كونسيرفي ما ماس مسكولير اي كروسيال سورتو بوندون رمضان. شنو هما دكتور لي ريكومونداسيون اللي تقدر تكون عندي اون نوتريسيون اوبتيمال اللي سوتيان لا كرواسونس مسكولير مالغري لو جون؟ سؤال في محله ومهم. اولا خصنا نعرفوا بينا السبور على حسب فوقاش غنديروا. ستادير اون فان جورني صعيب ندير ان سبور اللي فيه بزاف د لوندورانس واللي فيه لا مسكولاسيون مثلا، ستادير يفو ميو يخليه من بعد فرق الصيام. وديما الوجبه الاولى خصها تكون خفيفه. تنعرفوا ايضا لو سبورتيف كونت il fait du sport pour maintenir la masse musculaire راه il y a des pertes à côté. ستادير ملي تيدير واحد لا مسكولاسيون راه تيمشيو ليه احماض امينيه فيتامين، خصو يعوض اولا l'hydratation durant tout le moment de l'exercice. ثانيا récupérer les acides aminés الاحماض الامينيه من بعد لا سيونس ديال لو سبور. اي بوي ما نساوش راه من غير لا ديزيدراتاسيون تتكون لا بيرت فيتامينيك et minérale. C'est-à-dire il est conseillé que les sportifs intenses, c'est-à-dire prennent des cures de multivitamines pour يعوضوا داكشي اللي تنقص مع تيكون صايم النهار كامل، ما يقدرش ياكل الحاجيات ديالو حيت صايم النهار كامل والوقت قصير بالليل، ما غاديش يعطيه الفرصه باش يعوض. البروتينات بالتاكيد الوجبه خصها تكون متكامله، سيدي ما يمكنليش ناخذ المعجنات وما يكونش الحوت ولا ما يكونش الدجاج ولا ما يكونش اللحم، حيت البروتينات الحيوانيه هي اللي تعطيني لي زاسيد اميني كاملين. في العالم النباتي ما كاينينش كاملين الا لا خلطت الحبوبيات مع القطنيه، فبالتالي خاصو ولا بدا وجبه متكامله باش ياخذ البروتينات ديالو. اكزاكتومون، ويبقى غادي في نفس لو سيستيم اللي كان فيه ميم افون رمضان، كوم سا يبير با اون اندورانس اوسي. دايوغ لينا داغادير كتسولنا على لاندورانس ديالها اللي خافتها ما تبقاش حيت ما قادراش تادابتي لي سيونس ديالها دو فيتنس بوندون رمضان. اي فو دي دكتور جو مو دوموند كومون ادابتي مي سيونس دو فيتنس بوندون رمضان sans perdre en endurance. واش من الأحسن نبراتيكي لو سبور قبل ولا من بعد الإفطار كوم سا جوبتيميز ما بيرفورمانس اي ما ريكوبيراسيون؟ هذا هو السؤال المهم. أولا تنقول ديما الناس لي سبورتيف اللي ما مولفينش ماشي نهار الاول د رمضان يخرجوا يجريو تحت الشمس، خاص واحد الوقت باش تأقلم، يفوا ان طون دادابتاسيون. ثانيا لو سبور قبل المغرب تكون ان سبور جونتي، تكون لا مارش، تكون لو فيلو، un léger footing, c'est-à-dire la natation, c'est pas des sports où il fait une grande force physique, il fait une grande dépense. Où le واحد ديما il est à l'écoute de son corps. Très important. علاش à l'écoute de son corps? Au moindre vertige, à moindre douleur, au niveau de la respiration, moindre difficulté respiratoire, je dois m'arrêter. Regardez. Quand je fais des sports plus hard, زعما اللي خصهم واحد الديبونس، من الأحسن نديرهم après la rupture de jeûne. Après la rupture de jeûne, توجور الفطور خصو يكون خفيف، حيت الا مشيت دير سبور كرشي عامره والهضم، وما تهضرش على الطريقه ديال الطياب. بحال دابا كلشي تيدير لف في الفطور، فلف بوشي خصو ساعه باش يتهضم، مسلوق خصو ساعتين، فخي مقلي خصو 6 سوايع. دونك ما يمكنش ناخذ شي حاجه فيها 6 سوايع د الهضم وانا نمشي نتريني، راه المعده ديالي معذبه والمصران معذب وما غنتريني والو، غنتعذب وغيكون عندي دي تروبل ديجستيف. اي كونت يا دي سبورتيف دو هو نيفو، انا جو لو دي توجور il faut pas hésiter à faire une complémentation. نعوض داكشي اللي ناقص. Donc il faut préparer le sport, préparer le ramadan et prendre des compléments en vitamines pour éviter de faire des déficits et des carences. Justement, il faut très bien préparer pour Ramadan. Et Youssef de Casablanca va préparer pour le marathon. Dès que j'ai la question dialogue, je m'entraîne pour un marathon et je ne veux pas perdre ma condition physique pendant Ramadan. Dès que j'ai قالك docteur, شنو هي la meilleure stratégie اللي غيقدر هو ياخذها باش ما تبقاش باش تبقى عنده une performance، ou شنو هو le meilleur moment surtout de courir في la journée de Ramadan؟
بالتاكيد هذه حاله شويه صعيبه. علاش؟ حيت تنعرفوا حنا الماراثون il nécessite beaucoup de rigueur et beaucoup de préparation. ولا بريباراسيون راه ما تتكونش في الحصاد رمضان، داكشي خصو يجي قبل. ça veut dire تكون موجد راسو، تكون معوض الاملاح المعدنيه والفيتامينات اللي كانوا ناقصين، وتكون عنده واحد التغذيه متوازنه قبل ما يدخل في رمضان. فمن الاحسن قبل من الفرق الصيام يكونوا غير دي زيكزارسيس دو ريكوبيراسيون دو رونفورسمون اللي يكونوا خفاف، اللي ما يكونش فيهم بوكو دو بيرت دينيرجي، ويخلي لو بلو غرو لو بلو دور ديال لونترينمون حتى يكون واكل باش ما ياخذش، il va pas puiser في داكشي اللي في الخليه ديالو اللي مهم. فيفرق الصيام خفيف ويدير l'exercice ديالو d'entraînement اللي يكون rigoureux. Il doit s'hydrater au cours de l'exercice d'une manière très intense وباش ما يدخل يكون عنده un bon repas اللي يكون équilibré. فهنا كاينه واحد الميزه شويه اللي تتكون فرق الصيام مهمه، خصو دي سكر لون فرق الصيام باش ما يدير ليكزيرسيس من بعد يلقى ما يحرق. حيت علاش؟ الا ما عطيتيش الذات ما يتحرقش غدير غتبدا البويز. الا ما لقات السكر غتمشي لا ماس مسكولير تحيدها، الا ما لقاتش تدير الفا بويزي في عندك في الذات. فهو خصو يعطي الذات ديالو ما تحرق. وغالبا تنقول لهم دو كوبي لو avec quelque chose de sucré, c'est-à-dire في الماء يكوب avec un jus de fruits parce que غير يحرقو. il peut le faire. ولا الماء يدير فيه du miel par exemple, c'est-à-dire الماء يكون فيه des hydrates de carbone اللي غيخليوه هو il s'entraîne هو تلقى l'énergie pour pouvoir continuer l'entraînement ديالو. D'accord, merci beaucoup docteur. عطينا لي كونساي surtout les sportifs اللي تا هما ما كيعرفوش يجيريو لي ماراثون ديالهم ولا لي كومبيتيسيون اللي كيتسناوهم ولا aussi faire du sport pendant هاد لو mois. دونك غادي تكون اليوم ان شاء الله جاوبتيهم على لي كيسيون ديالهم. وما غاديش نساو اوسي لي زيتيديون اللي كتبوا لينا بزاف واللي عطاونا دي كيسيون. هاد العام ان شاء الله رمضان قرب شويه اي اوتوماتيكمون غادي يطيح مع لي زيكزامان ديال بزاف ديال لي زيتيديون. وداكشي علاش سولاتنا ايا دو كازابلانكا، سي اون ايتيديون طون دروا، قالت لينا لي زيكزامان غادي يكونوا عندها مع رمضان مي هي ما عارفاش كيفاش تقدر تبقى كونسونطري مع لي زيكزامان وهي صايمه. داكشي علاش قالت لك دكتور شنو هما لي conseils sur le type d'alimentation ou les techniques pour maintenir la concentration et la mémoire pendant Ramadan. En tout cas, on souhaite bonne chance à Aya et tous nos étudiants بالتوفيق في المسيره ديالهم. ما خصناش نساو بين الذات ديالنا عندها واحد لو ريتم دو في. شنو هو لو ريتم دو في؟ لو ماكسيموم ديال التركيز هو 10:30. لو ماكسيموم ديال لا كورديناسيون موتريس هي 2:30. لو ماكسيموم ديال لا فورس فيزيك هي 5. c'est-à-dire هذيك ليدي ديال تبقى سهرانه وتضرب في القهوه ولي نوي بلونش في الليل، ça ne mène absolument à rien du tout. Il faut préserver le rythme. القرايه تكون في الصباح، c'est-à-dire la préparation تكون في الصباح. احسن حاجه هي تنوض تصلي الفجر، تاخذ un bon repas avec des sucres lents اللي يعطيوها الطاقه حيت لو سيرفو تيخدم غير بالسكر، وتقرا في الصباح. c'est-à-dire ملي تحس براسها عيات il faut qu'elle fasse une pause، تخرج الدور aère l'esprit. وفي العشيه تنديرو غير une petite révision de ce qu'on a fait le matin. كذا le soir il faut qu'elle mange équilibré باش تعوض داكشي اللي ضاع اللي ما خداتوش بالنهار. et surtout garder ses heures de sommeil. علاش شي داكشي اللي تنحفظو بالنهار راه في الليل فاش نركزوه ملي تنكونوا ناعسين. le sommeil est réparateur. le sommeil nous permet de bien fixer ce qu'on a appris durant la journée. Donc respecter son rythme تنسماو le rythme كما l'horloge biologique interne باش تقدر تدوز الامتحان مزيان. دونك لو سومي تري امبورطون اوسي. داكشي علاش ما نكرهش نجاوبوا على لي زيتيدون اللي ما كيقدروش مالوغوزمون يكون عندهم ان سومي مزيان اللي هما لي زيتيدون ديال لا ميديسين. دايوغ عندنا صوفيا اللي عندها لا غارد ولي لونغ زور دو غارد ما كيخليوها جوستومون تعرف وقتاش خصها تاكل كيفاش تسحر. وسولاتك دكتور واش افيفو دي ريكومونداسيون بور دي ريباس سحور كي مو غاردرون انرجيزي توت لا جورني اي بلو لونتون. الوغ خصنا نعرفوا واحد النقطه مهمه، المسران ديالنا مع 10:30 الليل تيهبط الريدو ما تيتاكتيفا حتى 8:30 الصباح. دونك سا نو سيغ ابسولومون ريان ندوز الليل كامل وانا تناكل، خاصه لي جون كي ترافاي لو سوار. هذا هو المشكل ديالهم، تيغ واخا خدامين بالليل il faut qu'ils gardent le rythme alimentaire. c'est-à-dire غتفرق الصوم très légèrement، غدير un repas une demi-heure après parce que مع لا غارد ما يمكن ليهاش c'est-à-dire تجلس. c'est-à-dire شنو فرق الصوم تسنى une demi-heure وتحط un repas équilibré. Elle s'hydrate durant toute la nuit ou elle fait un repas au petit matin
بمثابه السحور بين انتوندو مي خاطر elle doit dormir pour récupérer c'est-à-dire تكون واحد 2 jours دو ديكالاج خاصه هاد الناس اللي تيكونوا عندهم الخدمات بالليل انت هضرتي عليهم ولا لي étudiants اللي تيكونوا في الامتحان فإل est préférable de faire une petite prévention il faut un petit coup de boost c'est-à-dire ما فيها باس ياخذوا دي مولتي فيتامين دي بوستر اللي غيخليوهم يعوضوا يلقاو واحد الانرجي سوبليمونتير علاش حيت هاد الجوج الخدمه ديالهم ماشي بحال واحد عادي اللي تيمشي للخدمه تيجي تينعس تكون ان ايفور سوبليمونتير اللي خصني نوجد ليه انا c'est-à-dire ما يمكنش الماكله عاديه وهذا عادي يخليهم يقاوموا باسكو الحفاظه خصها التركيز الخدمه بالليل خصها واحد الانرجي سوبليمونتير دونك ما فيها باس يعاونوا راسهم دي فورتيفيون. ميرسي بوكو دكتور ما سخيناش بيك واليوم استفدت انا بزاف جيسبر كو كاع لي تيليسبيكتاتور يكونوا تاهما استفدوا من كاع لي زانفورماسيون اللي عطيتينا كيفاش نتعاملوا مع رمضان كيفاش نتعاملوا مع الصيام شنو هما لي بينيفيك ديال رمضان وكيفاش نقدروا نتعاملوا معاه سورتو شحال غنقدروا نستافدوا كو سا سوا في لا سونتي ديالنا فيزيك ولا مونتال ولينا ولوليداتنا ان شاء الله. Avant de quitter غادي نعطيكم رونديفو في لو لين افيشي في ليكران كوم سا تقدروا نتوما تشاركوا في لو كويز اللي غادي ناخذوا منه 10 ديال لي غانيون اللي غادي يربحوا معنا 3 موا دو كور مع سوبرادين انرجي سوبرادين اللي غادي تقدر تبقى معكم طوط لوند رمضان واللي تقدر تبقى تعطيكم بزاف ديال الانرجي تانتوما اي بيان سور دكتور الوالي عطانا بزاف ديال لي زانفورماسيون في لو بودكاست كنتمنى تكونوا شديتوا كلشي باش تقدروا تجاوبوا مزيان اي انا غادي نقول لكم ان شاء الله رونديفو بروشان بودكاست رمضان مبارك كريم surtout prenez soin de vous et de vos proches.